غادة شو أخبارك؟ الحمد لله كل شيء تمام؟ الحمد لله تمام. نحن عبر موقع خبر عاجل سبق ونزلنا مواضيع أو نزلنا أخبار لغادة. مظبوط. نزلنا أخبار وحكينا إنه كان آخر برنامج لك هدرس عبر شاشة الجرس. مظبوط. انطلاقا من هذا الموضوع خلينا نحكي إنه غادة اليوم مش حنقول لك عارفين عن حالك، لأنه صرت أشهر من يعرف وأصبحت من العالميات الشهيرات في الوطن العربي ليس فقط في لبنان أو في ليبيا. هل الشهرة تعني لك؟ شوف، هي فكرة الشهرة حلوة. نعم. يعني كونها تكون وجه معروف حلو مش غلط، خاصة لما تكون وجه معروف بطريقة إيجابية مش بطريقة سلبية يعني. نعم. فالشهرة تعنيني لحد ما كون أني أنا أول إعلامية ليبية تكون معروفة عربيا. نعم. فلهذا بحسها أنها حاجة مهمة بالنسبة لي. غادة تسعى للشهرة أم تترك الصدفة هي الوحيدة؟ لأن لا ما نسعاش الشهرة أبدا، هي العمل الجيد هو اللي يفرضك أنك تكون مشهور أو لا. صحيح. البرنامج الجيد اللي تقدمه وفكرة البرنامج، دائما نقول للمذيع يمثل البرنامج والبرنامج تمثل شخصية المذيع. فالفكرة الناجحة والعمل الناجح هو اللي يؤدي بك أن تكون شخص معروف. غادة على الصعيد الإنساني متواضعة، طيبة القلب، قريبة من الناس، عندها شقيقين وثلاث شقيقات، مواليد ليبيا، تعشق لبنان وبيروت تحديدا. على الصعيد المهني درست في معهد الفنون بعيدا عن الاعلام، ولكن بنفس الوقت الاعلام والفنون هن فن حتى. لا، انا درست عندي بكالوريوس اعلام وعلاقات عامه كليه الفنون. نعم. جامعه طرابلس. نعم. كمان التحقت درست في مركز الجزيره في قطر. نعم. درست ديفيد سايمور مذيع BBC، ومن ثم انتقلت الى لبنان. كان لك تريننج في نيو تي في وفي المستقبل. والقاهره طبعا رحت درست بالقاهره. وفي لبنان في نيو تي في التلفزيون الجديد. وفي تلفزيون المستقبل ايضا كان لك تجارب. صح. وحتى كان لك اطلالات عبر برنامج زافان سير وفتحت. نعم. ومن هنا اكترست او اذا بدنا نقول تعمقت اكثر ودخلت اكثر في الوسط الاعلامي. الى ان تعرفت الى السيده نضال احمديه ودخلت الى شاشه الجرس واسره الجرس ببرنامج اول عين على الممنوع. لا، البرنامج الاول كان على قناه الجرس في بتواجد نضال الأحمدية. كان اسمه دائما الناس يفكروا هدرزة أول برنامج. لا، ثاني برنامج. هو أول برنامج كان اسمه توب 10 الخليج. توب 10 الخليج، صحيح. بس هي الفكرة ما كانتش إن توب 10 الخليج لما المذيعة تطلع والله من رقم 0 ولا تفوت رقم 1. كان الفكرة أعمق من هيك، إن نختار أهم الأغاني، بس مش الفنان، الشاعر والملحن اللي ليه فضل على الأغنية. حلو يعني القاء الضوء على الشاعر طبعاً. والملحن المهدور حقهم اليوم بهالوقت، لانه دائما الاغنيه بتكون حلوه واللحن بيكون حلو والتوزيع ايضا اليوم كثير مهم التوزيع بالفعل. فللاسف بتتجير للفنان مزبوط. كل هالقصص. ولكن في فنانين ما بنقدر نتجاهلهم، بيشكروا الشاعر والملحن وبيعترفوا بوجودهم. لا، اعلاميا انت مثلا بتقول مثلا مين يعني اكثر فنان ملحن او شاعر مشهور مثلا. الان بلشوا الفنانين يهتموا شوي بالشعر وشوي نعم. بالملحن او بالموزع من خلال مثلا تعاونهم او اطلالاتهم في الفيديو كليب، مثل صابر الرباعي لما طلع الاستاذ الكبير الشاعر نزار فرانسيس. يعني صرنا نعرف مين نزار فرانسيس، حضور على الفضائيات، اللقاءات المتواصله مع الشاعر ومع الملحن. صرنا نعرف ان هذا نزار، هذا اللي عمل اغنيه فلان، هذا يعني سلامه. نعم. يعني الشاعر ما بنقدر نعرفه او كان الملحن الا من خلال الفنان طبعا. والفنان ايضا بيساهم بانتشار الشاعر وبالقاء الضوء عليه. أكيد. وبرنامجك جديد هو من انت تفكيرك فكرتك هي ولا عين على الممنوع؟ لا، قصه هذا كان صح، هو كان فكرتي. توب 10 كانت فكرتي. وكان اجمل يعني درت لقاءات مع اهم الشعراء في الخليج العربي. حلو. وكان الاكسكلوسيف درتها وقتها كانت مع نجاح المساعيد. نعم. اكيد حضرتك تعرفها، هي موسيقى وشاعره وكذا. نعم. فكان اول مره تطلع على التلفزيون وتعلن خطوبتها من خلال البرنامج.
توب 10 الخليج، وهذه كانت فكرتي طبعا. اكيد. هل التقيتي بالشاعر الامير خالد الفيصل؟ لا خالد الفيصل لا، انا من رواد الشعراء في الخليج طبعا، واحب الشاعر الكبير، اموت اعشق الشاعر عبد الرحمن بن مساعد. نعم عبد الرحمن بن مساعد طبعا. وايضا في هناك الشاعر الخليجي سلطان بن سلطان، يعني اليوم عم يكتب للفنانين. ما اعرف. نعم. بدر عبد المحسن اكيد. بدر بن عبد المحسن صحيح. طبعا اكيد صحيح. فلا هذول للاسف الاسماء هذه اللي ما التقيتش فيها، كان المفروض في اسماء اقل منها يعني. نعم. عبد العزيز خوجة مثلا من اهم الشعراء طبعا التقيت فيه وشخصيه جدا تشرفت بمعرفته، وحكينا شعر وحكينا صحافه وحكينا اعلام، فكان من الاشخاص اللي تشرفت جدا بمعرفتها. حلو. من بعد توب 10 والفكره الجديده للتوب 10 والرائعه كنا بنتامل انها تستمر، ولكن للاسف كانت اخذت فتره كثير قصيره ما اخذت حقها. ايضا هناك برنامج هدرسه، لا برنامج عين على الممنوع اخر حاجه. نعم. برنامج عين على الممنوع هو كان فكرتي، كان فكرة ملينا زكريا، ملينا من الأشخاص اللي أصبح المتلقي يعرف مثلا إذا جبت سياسي يعرف إيش إجابة السياسي، إذا جبت الفنان يعرف إيش إجابة الفنان. صار في روتين بالسؤال وبالجواب. الناس ملت. نعم. الناس ملت، الناس محتاجة هي تعبر عن مشاكلها. نعم. تعبر عن رأيها، تعبر عن يا أخي تحتاج. نعم. بطريقة مهذبة وبطريقة لطيفة. يعني منبر حر من خلال برنامج هدرسة مش هدرسة، عين على الممنوع. عين على الممنوع عفوا. يعني منبر حر، يعني كل واحد يعبر عن رأيه، وهذا اللي لمسناه بالنهاية بالبرنامج. طبعا. وأيضا البرنامج ما أخذ حقه للأسف. يعني كان مشواره كثير قصير، كثير قصير مع أنه كان ناجح. في علامات استفهام هلا بنحكي عنهم حول توقيف هالبرامج او رحلتهم القصيره. بنجعل ايضا برنامج هدرسه كلمه ليبيه. هدرسه يعني دردشه، مسايره او دايرس. نعم. دردشه او حوار او نعم. كان سوالف نعم. او سوالف او هيك شيء. كانت فكره البرنامج ان اليوم يعني الكلمه اللوكاليه اللبنانيه اصبحت معروفه في كل العالم، المصريه نعم. نفس الشيء، الخليجيه اليوم كانت نفس الشيء. كان خاطري في اسم يكون يعني ليبي اتراكتيف، شد العالم. إضافة إلى اسم غادة جمال اللي هو فعلا اسم له موقعه في الوسط الإعلامي. عنوان البرنامج كمان هدرسة كمان ولد علامة استفهام إنه أول شيء ما معنى هذه الكلمة، شو هذا العنوان، وشو مضمون هذا البرنامج. يعني جعلت الناس أو المشاهدين أو الجمهور ينتظر ولادة هالبرنامج لشو شو هو هذا البرنامج. كمان أيضا هو من البرامج اللي يعني مثل ما قلت دردشه وسوالف وباللبناني طقحنك، ولكن مفيد ايجابيا. يعني ايضا هو من البرامج اللي ولدوا وماتوا على السريع، بس حافظ على اسمه وعلى عنوانه. 3 علامات استفهام بشو بتفسريهم؟ كل صراحه وجعتني كلمه ماتوا، بس مزبوط ماتوا، ما اخذوش حقهم. مع عنا صراحه لاول مره هدرسة تكتب عنا جريده بحجم جريده النهار، وكان لي الشرف انه كتبوا عنا البرنامج. كتبت عنا كمان قبس الكويتيه. ما نعرفش هو الخلل، اعتقد ان الخلل مش مني، يعني امرار في اشخاص. اداره الجرس. شوف نضال الاحمديه انا نعتبرها تشكل حالة صحفية بكل تناقضاتها. استثنائية. حالة استثنائية، اختلفت معاها، اتفقت معاها. نضال الأحمدية تتفقي معها بالمزاج. بالمزاج. مزاجية مثل نضال أنت. صح؟ هذه صفة المبدع، ما بحبش أقول روحي مبدعة، بس إنه ممكن. كنت عم تقولي انه اتفضل. فزي ما قلت لك اتفقت معها واختلفت، هي حاله صحفيه بكل تناقضاتها. استثنائيه. نعم طبعا. صحيح. وحيذكرها التاريخ زي ما قلت لحضرتك. مانيش عارفه هل نضال الاحمديه في فترتها جدا نحترمها المراه، انا دائما نقول اني طلعت من خلالها، انعرفت كوجه اعلامي من خلال نضال الاحمديه، يعني من خلال شاشه نضال الاحمديه. بس نضال كان في ما نعرفش، ما نبيش نفسرها بمعنى اكبر، يمكن كانت غارت شوي من البرنامج. يعني حتى نسبة الإعلانات كانت ممكن غارت من بعد ما خرجت من بعد ما انفصلت عن الجرس، من بعد ما صار الخلافات. لا أنا تركت الجرس، يعني